أين الأمان الآن؟ أين الأمان؟ الأمان الذي نريد أن نشعر به من الداخل والخارج إذا كل منا يتقي الله عز وجل ويعلم بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، والله لا يستطيع أن يقوم بأي فعل لا يرضاه الله عز وجل ولا يرضاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكل يريد الدمار لمصر، حرب من الداخل والخارج، ونحن في غفلة. يحاولون الإيقاع بالمسلمين بين المسلمين والمسيحيين. ألا يعلموا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم تعامل مع كل من له دين مخالف لدين الإسلام، وتعامل معه بالرأفة والمحبة حتى يتبينوا خلق هذا النبي العظيم، وهو قدوتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعامل مع اليهود، تعامل مع النصارى، كل منا يتعامل مع الآخر. لكم دينكم ولي دين. حاولوا الوقيع بين المسلمين والمسيحيين ولكن لم يفلحوا.